الفل. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه نظام حياتك مع هاله. آه بنكمل في التنظيف الموسمي في الشقه كلها. النهارده عندي اوضه الليفينج، وزي ما انتم عارفينها انا عاملاها ليفينج وعاملاها اوضه لابني. فعايشين فيها وابني بينام فيها وكل حاجه فيها. زي ما انتم شايفين كده انا اول حاجه فتحت طبعا الشبابيك بتاعت الشقه كلها عشان اغير الهواء بتاع الشقه. نزلت ابني وجوزي، البيت بقى فاضي. هبتدي اعمل في الشقه واحده واحده. مفيش شغل، انا واخده اجازه من الشغل اليومين دول، ف فرصه ان انا استمتع بتنظيف الشقه مع نفسي. هبتدي اول حاجه كده. الشباك انا طبعا اختلسته وعملته قبل ما اعمل ما ابتدي الفيديو معاكم. عملنا الشبابيك قبل كده كذا مره فمش هعملها تاني. تاني حاجه هنا عندي الكنبه دي زي ما انتوا شايفينها كده، انا شفطتها بالمكنسه اللي بالكهرباء بالجزئيه دي. دي اهي، والجزئيه الرفيعه. وانا كنت وريتها لكم قبل كده وانا بعمل الديكور بتاع رمضان. وريتكم انا بعمل فيها ايه برضو بالظبط. ف... فمش هعيده تاني. مش هعيد الجزئيه بتاعت الكنبه دي تاني. انا هحاول احط لكم ان شاء الله تحت في صندوق الوصف الفيديوهات دي. هنا عندي الحاجات دي بقى عايزه تتنضف. انا زعفت السقف بتاع برضو بتاع الاوضه كلها بالمكنسه اللي بالكهرباء بنفس الجزئيه اللي احنا عملناها. وطلعت في فوطه كده بس عاديه جدا. لمعت بس كده الحيطان بحيث ان يبقى ما فيهاش اي تراب وتبقى زي الفل. الحاجات بقى اللي انا هقول لكم عليها في النظافه الموسميه بتاعتي ايه. بما ان الاوضه دي قاعد فيها ابني واحنا قاعدين فيها، طبيعي ان انا الاقي حيطان تبقى ملطشه فيها حتت مش نظيفه. فانا هنا اول حاجه هعملها هطلع انضف اللي هي الحاجات دي، وانضف بتاع النور ده. وانضف برضو الحاجات دي والاجباز. وهنا طبعا فوق هشد الكنبه دي قدام، وكل الحيطه دي كلها هصبنها بميه وفيها حبه صابون صغيرين وخل بفوطه او بشراب قديم عندك وبعملها بيها. او لو الحيطان متوسخه قوي ممكن تجيبي سبونشه من اللي بنغسل بيها المواعين العاديه وتغسلي بيها الاجزاء دي. انا ان شاء الله في فيديو لوحده هعمل لكم ازاي بتنضفي الحيطه بطريقه سهله جدا. وما بتاخدش منك وقت خالص، على طول على طول بسرعه بسرعه تخلصي. فانا كده خلصت تقريبا كل الجزئيه دي بتاعت الشباك، خلاص خلصت. والكنبه نطفت. هشد الكنبه لقدام وهنضف الحاجات دي اللي انا اتفقت معاكم عليها واغسل الحيطه وارجع لكم نبقى خلصنا كده الجزء ده ونشوف احنا هنكمل ايه تاني. نتايج تاني حاجه بقى ان انا المكتبه دي نضفتها وروقتها كده من جوه. ظبطت الحاجات اللي فيها، نضفتها. كل حاجه الساعه دي مش مظبوطه طبعا. لمعتها كويس جدا ونضفتها وشلت التلفزيون. ولمعت وراه. ولمعت ظهر التلفزيون كويس جدا. هنا الحاجات دي نضفتها ورجعت كل حاجه مكانها. الجزئيه بقى اللي تحت دي بتاعت المكتبه انا شلتها، زقتها من مكانها وجبت المكنسه اللي بالكهرباء شفطت كل الحرف بتاع الحيط ده كويس جدا جدا وكنست الجزء اللي تحت ده. هجيب بقى هصبن الحيطان دي عشان انتوا زي ما انتوا شايفينها ان هي فيها بقع كده. هنضفها واخلصها والمع الارضيه وارجع الجزئيه بتاعت المكتبه اللي تحت دي تاني مكانها. وانا ملمعاها برضو منضفاها قبل ما اشيلها، وهرجع لكم تاني اوريكم الشكل النهائي بتاعها شكله ايه. بصوا يا بنات انا كده خلاص اهو الجزء اللي تحت انا نضفته ورجعته تاني مكانه. تمام. كده انا خلاص خلصت الجزء ده. وانا برضو عندي هنا التلاجة دي انا زقتها ونضفت وراها ونضفتها من فوق ومن بره بشكل عام كده. وباقي بقى عندي الكورنر اللي هو الناحية دي كده، على الناحية الشمال في السرير والكومود بتاع ابني، حبة حاجات كده لسه هعملهم. فهبتدي اظبط الركن ده وهكمل معاكم. دي بحاجة بسيطة وحطيتها تنشف في البلكونة
والتفاصيل بقى بتاعت السرير من جوه نضفته بصابون وديتول مع بعض، رشيت كده وعديت على الحاجه وعطيت بفوطه مبلوله بعد كده وفرشت له الحاجات دي في السرير. ودي بطانيته، وادي شكل السرير من جوه. نضفته ونضفت الحاجات اللي هي بتبقى الحاجات اللي زي دي، نضفتها كويس جدا. وحتى دي اللعب بتاعته دي برضو خدتها وغسلتها وسبتها تنشفت في البلكونه كويس جدا. ونضفتها. وبالنسبه طبعا للحوائط اللي ورا، انا شديت السرير ونضفت السرير بره وجبت الحوائط. انا طبعا وريتكم قبل كده ازاي بننضف الحيطان بتاعه الحاجات دي. نضفتها كويس جدا وجففتها ونشفتها ونضفت الارضيات ونضفت السرير وكنت شمست كل حاجه وكل حاجه فيه نشفت. ظبطت السرير ورجعت رجعته تاني مكانه بس وحطيته مكانه زي ما انتوا شايفين كده. وهنا كده زي ما انتوا شايفين جنب السرير ده الباسكت ده فيه الهدوم بتاعته اللي عايزه تتغسل، بحط فيه دايما الهدوم بتاعته اللي عايزه تتغسل بحطها له هنا جنب السرير كده حتى الباسكت. والناحيه دي هنا زي ما انتوا شايفين الكومود ده برضه انا عملته باللي هو الستيكر ده عشان خاطر بس يحافظ على الخشب شويه. وكده كده الستيكر لما باجي اشيله بصراحه مش بلاقي حاجه تحتيه. الحاجه دي لمضه كده صغيره بشغلها له لما يبقى نايم ضوءها ضعيف جدا، تحس ان هي مش شغاله اي حاجه غير حاجه بسيطه ان هو بس لما يصحى ما يتخضش. البوكس ده فيه الحاجات اللي انا بعملها له بالليل قبل ما ينام زيوت وكريمات وحاجات من كده. دي ده فيه القصص بتاعته اللي بقراها له كل يوم قبل ما ينام، والحاجات التعليميه اللي بنتعلمها. طبعا القرآن لازم اقرا له قبل ما ينام واعوده ان يشوفني ماسكه المصحف وهو يبتدي يتعلم. الكومود دول بتوعي اصلا بتوع اوضه نومي، يعني انا ما كنتش محتاجاهم بصراحه. استفدت منهم ان انا حطيت فيها كل الهدوم بتاعته. الكومود انا نضفته كويس جدا من بره ونضفت الادراج بتاعته من جوه. طبقت كل هدومه من اول وجديد. انا طبعا هدوم من اليوم اللي قبلها كنت غسلاها كلها ومخليها زي الفل ومعطراها ومنضفاها ومطبقاها. فرشت بس الكومود من جوه ونضفته كويس جدا وعطرته برده وحطيت فيه هدومه. وشلت طبعا شلت الشتوي شلت الصيفي والحاجات اللي صغرت عليه خزنتها بعد طبعا ما غسلتها وعطرتها كويس جدا وشلتها في شنط تخلصت منها وحطيت مكانها الحاجات الخريفي والشتوي اللي احنا جبناها الجديده. ورصيتها كلها في الكومود. طبعا الكومود عامله واحد للحاجات بتاعه البيت وواحد للحاجات بتاعه الخروج. في كل واحد يعني ليه التخصصات بتاعته او المختص في حاجه. طبعا ده بالنسبه للتنظيف بتاعه من بره. وشلت الكومود ده خرجتهم بره ونضفت الارضيات برضو والحوائط بتاعتهم خليتها زي الفل. ومفيش اي اتربه او اي حاجه. برضو حطيت على الحوائط من ورا عجينه صراصير عشان اضمن ان مفيش حاجه. باذن الرحمن تبقى موجوده عندي وتبقى شقتي زي الفل. بالنسبه بقى هنا للكنبه انتوا عارفين طريقتها، انا عملتها لكم قبل كده في فيديو. نضفتها برضو وشلت الكنبه ونضفت تحتيها الارضيات مسحتها كويس جدا وبرضو عجينه الصراصير. ولو في حاجه في الحوائط هنا كانت عايزه تعمل عملتها. والشباك طبعا انا قلت لكم خلاص ان انا عملته. اما بقى هنا في المكتبه ف انا عملت حبه حاجات تغييرات. ان انا شلت الحاجات اللي كنت حطاها هنا وحطيت له اللعب بتاعته لان دي اسهل طريقه ان هو بيجيب بيها اللعب بتاعته بيلعب بيها. وبعدين بياخدها معظمها وبيقعد هنا على الباز دي يقعد يلعب بيها. وفي الاخر انا بيبقى سهل عليا ان انا بحطها له كده غير لما بقعد المها في بوكسات هو مش بيعرف اصلا لسه يطلعها ويعملها. فدي احسن حاجه. وفي حاجات طبعا بخزنها في الادراج اللي تحت. والباسكتس دول اللي انتوا البوكسات دول اللي انتوا شايفينهم انا عامله حاجات للدايبرز بتاعته عشان انا بشتري بصراحه كميات وبتفضل عندي. والناحيه التانية بيبقى فيها بقى اللي هي الحاجات الزياده اللي انا مشتريها له سواء مثلا كانت وايبس مناديل حاجات رعايه او اهتمام خاص بيه بتبقى هنا في البوكس التاني. وبالطريقه دي انا يعني بصراحه بيسهل عليا حاجات كتير جدا. لما كل حاجه ببقى عامله لها حاجه ده بيسهل عليا حاجات كتير في الحياه. وده تلفزيوني
مصحفي، وده اللي يا رب يا رب نفضل على طول كلنا مبتسمين. عجبتني الضحكه جدا والابتسامه، ان الواحد بحطها انا لما بشوفه بصراحه ببتسم. التلاجة بتاعتي من جوه كويس جدا ومن بره وكل حاجه، عملت لها الروتين بتاعها مع الاوضه، خليتها زي الفل ما فيهاش اي حاجه. وطبعا نظفت الاكباس بتاعه النور بمناديل ديتول. بس كده يا بنات، غسلت ستارتي. انا غيرت السجاده بتاعه اوضه النوم بتاعته، لان بصراحه هو بهدل السجاده التانية جدا جدا ومش مستحمله معاه، فجبت دي الواناتها غامقه شويه وخامتها في النظافه اسهل من التانية بكتير جدا. وده يا بنات كده كان فيديو النهارده، النظافه الموسميه بتاعه اوضه الاطفال او اوضه الليفينج. يا رب يا بنات الفيديو يعجبكم، ما تنسوش شير لايك سبسكرايب. عايزين اي حاجه سيبوها لي تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جاي تاني قريب، واقول لكم السلام عليكم.